السلام عليكم واهلا بيكم ليله جديده من ليله العظمه وليله من ليالي سهره رمضان. موضوع حلقتنا النهارده او موضوعين اللي هنتكلم فيهم النهارده. موضوع بالنسبه لاحداث مباراه الاهلي والهلال السوداني الاخيره، وبعد كده هنتكلم بالنسبه لاداره الاهلي والزمالك ومقارنه انا عاملها من وجهه نظري. مقارنه عاملها لوجهه نظري. هنكمل الحلقه للنهايه علشان الحلقه دي من الحلقات المهمه جدا، وعاوزك بقى ايه تفتح صدرك ليا كده، اشرح صدرك ليا علشان تقدر تستقبل كلامي بالعقل والمنطق، لان انا ولا بتكلم بانتمائي كزملكاوي ولا باجي على اهلي ولا هاجي على هلال، ولكن بتكلم بكل منطق وبكل عقل وبكل حق. في مباراة الأهلي والهلال الأولى اللي كانت في أم درمان وانتهت بفوز الهلال 1-0، حصل أحداث منها شتم النادي الأهلي وجمهوره من جمهور الهلال، وضرب بعض لاعبي الأهلي وخناقات ومشاكل زي ما شفنا. فبعد المباراة طلعت كنت منفعل جدا، وارجعوا والناس تفتكر، فاتكلمت عن الأحداث ديت وكنت منفعل وكنت غضبان جدا الحقيقة بسبب اللي حصل، وان مش كوره اللي تخلينا نخسر بعض. ولكن بعد ما اتكلمت بكل حق حصل احداث في المباراه الثانيه. فطبعا جمهور الهلال اللي كان في المباراه الاولى كان زعلان مني، يقول لي اللي يخش يهاجمني واللي يخش يقول لي هم يستاهلوا، لا هم يتضربوا هم يتشتموا. فانا مش عارف، كاننا في حرب الكفار والمسلمين مع بعض. ولكن انا ما يهمنيش كل الكلام ده، انا بشوف الحق فين وبقوله، ما يهمنيش بقى تقتنع ما تقتنعش ولا ليك اي لازمه. اهم حاجه ان انا اقول كلام بضميري ان يكون شايف الكلام ده صح. ولكن المباراه الثانيه بقى ما اتكلمتش على اي احداث خالص. يعني انا اساسا ما كنتش اعرف ان حصل خناقات في طرق استاد القاهره، ما كنتش اعرف ان حصل شتايم من جمهور الاهلي. يمكن حصل والمباراه شغاله وكانت بين سبورت كانت بتقطع الصوت وكل الكلام ده كله، ولكن نفس اللي حصل في مباراه الهلال من شتم جمهور الاهلي عمله. نقدر نقول، مش عاوز اقول العين بالعين والسن بالسن والكلام ده، يعني اساسا غلط. يعني انا ولا متفق مع دول ولا متفق مع دول، اي شتيمه غلط. انا بتكلم انت كصفه شخصيه، انت تبقى انت رايح دافع فلوس ومشاوير وتعب وكل ده علشان تروح تشتم وتسب الدين وتشتم شتائم مسيئه وتعمل حركات بايدك. يعني انت يا عم بعيد ان احنا في شهر رمضان، احنا لو في رمضان برضو، يعني احنا لو مش في رمضان فبرضو الكلام ده غلط. فتخيل احنا في الشهر الكريم الفضيل اللي بنشعبط فيه اننا نطلع من رمضان بنلم حسنات، فانت رحت يوم جبت شوال ولا جبل من السيئات من كتر الشتايم طول المباراه والحركات بالايد. على فكره محدش عارفك، انت كل الحكايه ان انت مسدس صوت، سواء انت اهلاوي او من جمهور الهلال او اي جمهور او زمالك او اي حد بيشتم عموما، فانت مسدس صوت محدش يعرفك، وانت حركات الناس بتشوفها بس. ولكن انت مالكش كيان ولا ليك قيمه طالما انت مش بتحترم قيمتك الشخصيه. انت كبني ادم انت مش محترمها، بتروح تشتم وتروح تاخد سيئات، فالكلام ده مرفوض. ولكن ماليش دعوه بالكلام ده، كل واحد حر في حياته وكل واحد هيتحاسب قدام ربنا لوحده. ولكن بعد المباراه حصلت مشاكل واحداث ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه الهلال. هنا بقى ده الموضوع اللي عاوز اتكلم فيه. بعد المباراه خلاص المباراه انتهت والمباراه في الملعب، فوز الاهلي والصعود، الفرصه الصعود كان ما بينهم هم في الملعب. عاوز تكسبني، عاوز ترد اعتبارك، عاوز توريني شجاعتك، عايز توريني ان انت جامد، اكسبني في الملعب. ففي النهايه الاهلي يفوز على الهلال السوداني بثلاثيه ويصعد للدور المقبل. خلاص مليون مبروك للاهلي وجمهوره، وهارد لك للاهلي والهلال السوداني، خلصت. ولكن اتفاجئ بفيديوهات من لاعبي الهلال يضربوا لاعيبه الاهلي، وياسر ابراهيم ينزل هو وعلي لطفي ان هم بقوا جامدين جدا وبيضربوا لعيبه الهلال. فانا مش عارف مين ضرب مين، ولكن ما يهمنيش ده. اللي يهمني ان انتوا كلاعبي الكوره، انتوا كلاعيبه، كقيمه، كقدوه لبعض الناس، مش كل الناس، كقدوه. انت كلاعب كقدوه. الشاب الصغير او الاطفال الصغيرين بياخدوا اللعيبه، كل لاعب ليه بيحب لاعب بياخدوا قدوه. فانت كقدوه بتصدر ده للناس، فانت مش قدوه. لما انت كلاعب تعمل الكلام ده، امال انا وغيري من الجماهير نعمل ايه؟ ده احنا نروح نموت بعض بقى. يعني احنا كجماهير مش
بنحترم اساسا بعض في المدرجات، والناس بتشتم والناس بتحارب بعض، والناس كاننا اساسا ايه يعني بنتخانق على الدين. يعني احنا لو بنتخانق عن الدين الاسلامي علشان ننصر ديننا فاحنا مش هنعمل كده. لكن احنا كاننا واخدين اهلي وزمالك وهلال وترجي ووداد كانه هو ده الدين بتاعنا، استغفر الله العظيم. فحاجه تحرق الدم. ولكن انت كلاعب سواء من الهلال او من الاهلي، وانا عارف على فكره ان بعد المباراه طبيعي جدا ان لعيبه الهلال من كتر غضبها وانهم مزعلين ان هم طلعوا من دوري ابطال افريقيا فيكون عندهم غضب، فممكن حصل، انا ما اعرفش الحكايه حصلت مين اللي بدا ومين ما بداش، ولكن حته الغضب ديت فتلاقي لاعب من الهلال ايش قد مع لاعب الاهلي وهوبا حصل ضرب وحصل تكسير وناس اتعورت وكل الكلام ده كله. فانت هنا كلاعب انت غلطان. الماتش خلص، خسرت خلاص، خش اوضتك البس غير اطلع على بلدك روح خلاص. اصل انت تتخانق في بلدي جاي يعني انت ضربت بعض اللعيبه زي علي لطفي في السودان يا عم في ارضك وانت حر، انت ما احترمتش بقى اللي انت ايه عندك ضيوف ولازم تحترمهم وكل الكلام ده كله، ولكن جاي في بلدي وجاي على ارضي عشان تتخانق معايا، فلازم بقى انا كلاعب ارد. علي لطفي اللي اتضرب هيرد، ياسر يحمي على صاحبه فهيجي يرد. لكن انت كلاعب من الهلال، وانا على فكره ما اعرفش والله العظيم مين بدا الخناقه ولا مين ضرب، انا كل الحكايه شفت فيديو لقيت اللعيبه عمالين يمسكوا حاجات ويضربوا بعض، لعيبه الهلال انا ما شفتش فيديوهات الاهلي، ويضربوا حاجات ويشدوا ويرموا، فده غلط، فده مش صح. ولو شفت لعيبه الاهلي هي اللي بتعمل التصرفات دي كنت قلت برضو ان ده غلط وان ده مش صح. زي مرات الهلال لو كانت لعيبه الاهلي قادرين ان هم هيقدروا عادي يا عم امسك الكرسي واضربكم وكل الكلام ده كله، ولكن هم ما عملوش الكلام ده، هم احترموا نفسهم ومشيوا، رغم ان عادي جدا على فكره الخناقات والضرب وكده عادي، ومفيش حد اصل بالبلدي كده وباللغه بتاعت المناطق الشعبيه مفيش حد عويل يا معلم، اصل مفيش حد عويل، كل واحد يقدر يشتم، كل واحد يقدر يضرب، ولكن كل واحد بيتعامل باخلاقه وبيتعامل بشخصيته. فانت لو واحد اخلاقك مش كويسه، ولو انت واحد يعني شخصيتك ضعيفة او شخصيتك ملهاش اي قيمة فخلاص انت حر. ولكن الشخصية والاخلاق المحترمة الحميدة هي اللي بتظهر في المواقف دي. فتلاقي واحد زي الشناوي مثلا ما عملش هو المشكلة من البداية في مباراة السودان، لا الطبيب علي لطفي كان بيهدي الاوضاع وبيقول لهم خلاص وبتاع، اتفاجئ ان الاداري بيضربه بالقلم. فتيجي انت هنا في القاهره فبعد المباراه ما خسرت، يعني لعيبه الاهلي ردت عليك في الملعب، يعني هم كسبوا المباراه خلاص ردوا عليك في الملعب، ولكن بعد كده الاقي لعيبه الهلال بتشتم او تضرب او كل الكلام ده كله وماليش دعوه بنقطه الجمهور، زي ما انت شتمت هم شتموا، والاثنين غلط اساسا بالنسبه للجمهور الاهلي والهلال. ولكن ده كان بالنسبه لموضوع الاحداث ورايي فيه. اما الموضوع الثاني والاهلي والزمالك اللي انا شايف بعض الزملكاويه وبعض الناس بتقلل من صعود الاهلي الى دور الثمانيه، وزي ما اتكلمت قبل كده قلت لك ان صعود الاهلي او نجاح الاهلي او نجاح الزمالك في اي وقت بيبقى مترتب عليه شويه حاجات كده فوق بعض، منها ان المنظومه ليها مركب وليها ريس، فعلشان المركب تقدر تمشي وتعدي الشط وتوصل الناحيه الثانيه لازم الريس بتاعها يبقى قدوه، يعرف يسوق ويعرف يعدي من الامواج اللي في البحر، ويعرف يكون ريس بحق وحقيقي علشان يعدي بالمركب لدار الامان. ولكن لما الريس يكون سبب في خرم او في خرم المركب فانت كده ما تبقاش ريس للمركب، انت واحد بتغرق المركب. وليه بقول لك الكلمه دي؟ لان هنا كمرتضى منصور فانت لو هتلاقي الموسم دوت الزمالك خسر لوسيل، بدأ الدوري النتائج كويسه ولكن بدأ مع الوقت خسائر النقاط، ومع تاني خساره من النقاط خاصه في مباراه الداخليه وتعادل الزمالك طلع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وشتم فتوح وعبد الله جمعه واتهمهم بانهم بيتعاطوا مخدرات ويتعاطوا منشطات وانهم بيشربوا وبيسهروا وانهم عايزين يمشوا من الزمالك. فما فيش رئيس نادي مهما كانت المشاكل جوه النادي او جوه المنظومه انت ما ينفعش تطلع وتقولها. فلو في حاجه بتتسرب للاعلام وفي تسريبات او اشاعات بتتقال يا عم ممكن نقول اشاعات، يعني لو الكلمه بتاعت فتوح بيشرب فلان او فتوح منشطات والكلام ده كله لو كان حد من الاعلام قالها ولا تسريبات كنا ممكن ما نصدقش واصل هي اشاعات ومتعودين،
متعودين على لعيبه الاهلي والزمالك بيطلع لهم اشاعات، ولكن لما رئيس نادي الزمالك يطلع بنفسه، يطلع ويقول لعيبه الزمالك عندي زي فتوح بيشرب مخدرات وبياخد منشطات، فانت اللي بتخرج انت كده خلاص يا معلم، جبت سيخ محمي وهوبا في المركب بتغرق، وبعدها تطلع تقول محدش يتهم لعيبتي ان هم بيشربوا. يا معلم انت اللي قلت، يا معلم انت اللي بتحارب اي حد، يا معلم انت اللي مفيش حد لو ما طبلكش وقعد يمسك لك الطبله يطبل لك فانت بتطلع تشتمه. يا معلم انت بتقعد تشتم في النادي الاهلي وجمهور الاهلي او في جمهور الزمالك وفي محمود الخطيب رئيس الاهلي، وسايب حالك ومحتالك وسايب نادي الزمالك. فانت سايب المسؤوليه الكبيره اللي هي المفروض ان انت تاخدها بشكل صحيح وعمال تشتم في الناس، عكس الناحيه الثانيه. عكس الناحيه الثانيه في النادي الاهلي هناك محمود الخطيب، هل جيت انت في يوم سيبك محمود الخطيب، هل انت جيت في مره كرئيس للنادي الاهلي على مر تاريخه طلع وقال او شتم لاعب؟ سيبك من موضوع حسام حسن وابراهيم حسن وابراهيم سعيد وعصام الحضري والكلام دي حاجات خلاص كانت مشاكل، والناس دي مشيت اساسا من النادي، ولكن مش لاعب عندك وانت بتسبب له مشاكل، فالناس دي اساسا هم اللي عملوا شكل مع الاهلي ومشوا. ولكن على سبيل المثال مشاكل كتير كانت بتحصل جوه غرف الملاعب، يعني جوه غرف اللبس. مفيش منظومه كامله متكامله، مفيش شخص في الدنيا دي كلها كامل متكامل، الكمال لله وحده بس. ولكن الفرق هنا بين هنا وبين هنا ان الزمالك لما بيحصل اختلاف في وجهات نظر ومشاكل، فالمشاكل دي بتطلع، والمشاكل دي بتتطور مع الوقت. يا معلم هنخرب الزمالك، لان كل واحد هنا هو موجود في الزمالك عشان مصلحته الشخصيه. فلما يحصل مشاكل فكله هوب نط من مركب، يلا نط من مركب واجري. فبينطوا، هم ما بيحبوش الزمالك، هم بيحبوا مصلحتهم سواء في قناه الزمالك او نادي الزمالك. اما في نادي الاهلي فما فيش الكلام ده، في مشاكل هنقف ونحلها، في اختلاف في وجهات النظر مش مهمه، هنقعد نتكلم مع بعض علشان نوصل لنقطه مهمه، وهي نقطه مصلحه الاهلي فين. انما هنا في الزمالك ما بيوصلوش لمصلحه الزمالك فين، هم دايما بيوصلوا لمصلحتي الشخصيه فين، مصلحه مرتضى فين وامير فين واحمد فين، واصل مصلحتي انا مع امير فانا هطبل له، مصلحتي مع مرتضى فخلاص احنا نوصل لنقطه مصلحه مرتضى فين، لان احنا مصلحتنا معانا. يا معلم انت قناه الزمالك كلها اهلاويه، كانوا الشويه اللي موجودين في قناه الزمالك كلهم كانوا بيطلعوا على قناه الاهلي اساسا، بس دول على حسب اكل العيش، فكانوا موجودين في قناه الاهلي بيتطبلوا، فبقوا مرتضى جابهم عشان يطبلوا له، فدول ما عندهمش انتماء، دول ناس ما عندهمش انتماء ولا اهلاويه ولا زملكاويه، دول ناس كلاب فلوس بس ولا بيفهموا اي حاجه. اما في الاهلي فهناك لا، يعني انا مش هتكلم بصفه شخصيه عن الخطيب، لا انا بتكلم عموما، لا هناك الناس مهما يحصل مشاكل ومهما يحصل اختلاف في وجهات نظر، وسيبك من جو المؤامره على الزمالك واصل الدوله عايزه توقع الزمالك، كل الكلام ده في شنك، وكل الكلام ده انت بس بتحب تقول عشان تراضي نفسك، ولكن دي مش حقيقه. المشاكل من جوه نادي الزمالك ومن ابناء نادي الزمالك ومن رئاسه نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك. اما في الاهلي لا، هناك عاوزين الاهلي دايما فوق في العالي، فمهما يختلفوا وجهات النظر زي ما قلت لك فبيوصلوا لنقطه مهمه جدا في النهايه، وهي نقطه مصلحه الاهلي فين. كفايه عظمه لحد كده، كفايه قوي لحد كده في حلقه النهارده. استنوني في حلقات جايه كتير، اتمنى تكونوا فهمتوا قصدي، واتمنى ان الناس لو هتناقشني في الكومنتات فاتكلم بالعقل والمنطق، هرد عليك، ولكن هشوف اي كلام تاني بعيد عن العقل والمنطق مش هرد عليك، لان لو الكلب شفت كلب بيهوهو عليك فانت مش هترد عليه وهتسيبه وهتمشي. سلام.